في حلة على النار فيها كوباية رز وكوبايتين مية، ونبدأ نسلق الرز. بعد كده هناخد الرز في نفس الحلة نحط فيها 2 لتر لبن ونسيبهم يغلوا على نار هادية. وأول ما اللبن يبدأ يسخن نحط فيها معلقتين قشطة، سكر، كريمة فانيليا، ايس كريم فانيليا باودر او كريم شانتيه باودر. انا النهارده هعمل لكم رز بلبن احسن من بلبن نفسه. بعد كده في بوله فيها معلقتين نشا وكوبايه لبن، ونبدا ندوب النشا مع اللبن. واللبن لما يغلي هنبدا نحط النشا واحده واحده واحنا بنقلب لحد ما نجيب القوام اللي احنا عايزينه. هات الطواجن بقى وانا عايزك تدلعي نفسك، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. هنبدا نحط في الطواجن. انا عايز الطواجن تبرد شويه عشان هحط معلقه كريم شانتيه وادخلها من الفرن وهطلعها من الفرن. بصوا وش حدوته. الطواجن التانية بقى نبدا نحط فيها نوتيلا، كراميل، لوتس براحتنا. انا كده خلصت حلقه النهارده. قولوا لي انتوا بتعملوها كده في البيت ولا لا؟ ما تنساش تعمل السيف للحلقه دي عشان ما تتوهش منك. سلام.